وامسك المسجد ولا تصلي واقوم بخدمه خالتي منه. قال لا طالبك لا ينقطع المصلحه اللي تجينا. وقال ما تبني يعلمك ملح والصباح ربح. يمكن اخوياك اللي انت موعدهم يجي لهم راي ولا يجون، ولا انت يبدي لك بعد راي ولا تجي. راحوا يوم جاء صلاه الفجر وصلوا لين اخوياه جايين ومبركين ركائبهم عند المسجد وصلوا جماعه المسجد. قال يا الربع يا جماعه المسجد سامحوني وبايحوني انا حجاج. يقول هم طول الله يستر عليك الله يستر عليك، ولكن من اللي يصلي بنا؟ قالوا اخوي فلان. هم يتلافتون خابرين فلان هواوي طراد سيد. قالوا الله يردك علينا بالسلام الله يردك علينا بالسلام. راح يعاين في اخوه هذا النجرجل ان شافه راح مسكت هالمحبال قاعد يصلي بهم. اليوم الاول اليوم الثاني اسبوع فقدت بنت خالته اسبوع ما جاء ولا شاف. قالت لامها فلان عسى ما جاي الشيء من امور الدنيا. قالت لامه بروح بنشد عنهم من اول يوميا ولا اسبوع كامل ما شفناه ولا جانا. جت وقالت يا مني هما يتمان علوم اليتمان يا من يعلمني بهم وش الدنيا بهم. قالوا اليتمان طيبين ولا عندهم خلاف، واحد حج البيت الله واحد يصلي بالجماعة. من هو الكيد اللي راح فلان؟ قالوا اللي راح نطور. وفلان مسك جماعة في المسجد؟ قالوا نعم. الله يهدي من يشاء. خبرته من اول ما امسك المسجد الله عودت البنت قالت ابشر سنه طيب ويصلي بالجماعة. قالت انا ما اصدق انا اشوفه بعيني. قالت تقول هالبنت تبي تروح تاكد. نعم. مشت وجت يومنا جاء وقت صلاة عصر وهو يجي متأخر وهو يدخل في المسجد. قال المؤذن قم وهو يقيم ويتقدم في المحراب. قال استووا. يوم التفت بيقول اعتدلوا. ولين هذه البنت عند باب المسجد هو ترفع الغطاء زوجته توريه اني فلانة تأكد. ولين بيقول اعتدلوا قال تعدلوا يا اهل القلوب المواليف صيروا ورا القضاء 5 صفوف. احلف برب حيزم الغرس بليف مرجع بصر يعقوب بعد الكفوف. النت منايب لابسات المشانيف والساد بالله يا عسى ما يشوفي. الله اكبر. صلى بهم يوم صلى لين ولد عمه ركيع وراه صلى الله وسلم ومستحي من الشيبان. قال ولد عمه فلان؟ قال نعم. قال لك اسبوع والله ما مثل صلاتك الا هالليل دخلت حديث بين تكبيرة الاحرام والاقامه انا طلبك انك تعيده. قال لا يا فلان هذا حديث واسناده ضعيف جدا ما يعاد واعفني باسمه. سلام عليكم.